السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال. النهارده انا هعمل لكم كريم لتبييض البشرة. الكريم ده حلو جدا جدا. اول ما بتحطيه على بشرتك كده بتحس ان بشرتك فتحت جدا، بتبيض معاكي البشرة. كمان تقدري تعمليه زي واقي للشمس كده ان انت تخرجي بيه. كريم في منتهى الجمال وسهل جدا، اي بنوتة تقدر تقوم تعمله على طول، بدل ما تشتري حاجات غالية جدا من الصيدلية. لا، تقدري تعمليه في البيت بكل سهولة. بس طبعا يا بنات بالله عليكم تحطوا لايك للفيديو ده وتشتركوا معايا في القناه. انا عايزه كل اللي بيشاهد معايا الفيديو يحط لي لايك ويشترك معايا، وان شاء الله الفتره الجايه هعمل لكم وصفات حلوه جدا. يلا نطبق الكريم بتاعنا اللي احنا عملناه ده، واعملي زي ما انا بعمله بالظبط. اول حاجه معانا بنات نشا الذره. نشا الذره ففيتامين الف مفيد جدا للبشره، بيخلصنا من الزيوت الزائده للبشره. بعد كده يكون معانا حليب نيدو. طبعا انا مسرعه الفيديو، فانتوا بقى ايه اكتبوا ورايا كده المكونات بتاعتنا. ده حليب نيدو وده نشا. طيب تالت حاجه معانا بودره الاطفال. بودرة الأطفال حلوة جدا في تفتيح الأماكن الحساسة. برضو لما بنعمل الكريم ده وعندك أماكن سودا في جسمك في أماكن معينة كده، تقدري تحطيه عليها وبتدي ريحة طيبة جدا للبنات اللي بتعرق عرق شديد برضو تحت الأبط. ده معانا كده النشا، حليب نيدو، كمان بودرة الأطفال. 3 مكونات الجافين دول هنقلبهم كويس جدا قبل ما نحط المواد السائلة. بعد كده هيكون معانا زيت الورد البلدي. الزيت ده ازايز مركزة بتجيبيها من عند العطار، بتبقى ريحتها فواحة جدا. البنات بقى اللي بتعرق وبتعمل ريحة مش كويسة، الوصفة في منتهى الجمال. وعلى فكرة انا عملت الكريم ده وطبقته على وشي كمان، يعني بدل ما اشتري حاجات من بره غالية، لا انا عملته انا في البيت. بعد كده يكون معانا اللي هو ايه بقى، جل الصبار او جل الالوفيرا. حلو قوي قوي برضو يا بنات وبيشد البشرة كمان. معانا فيتامين ه. فيتامين ه ده بتجيبيه من الصيدلية، ده تركيز 400. ما احنا عايزين نعمل كريم كده يكون كامل، بدل ما نشتريه غالي جدا، لا احنا نقدر نعمله كل فترة ما بيخلص بنعمله احنا. ده طبعا ان انت بتحطي اصلا على بشرتك يفتح معاك البشرة وانت خارجة. يعني انت ما بتحطيش مثلا 5 دقايق و10 دقايق وتغسلي وشك، لا ده حاجة مبيضة للبشرة، كريم مبيض للبشرة. بدل ما تشتري مبيض انت للبشرتك، لا انت هتعمليه في بيتك بطريقة سهلة جدا. هتحاولي بقى ان انت تقلبيه كويس علشان يبقى كريمي معاكي خالص. في بنات هيقولوا طب هو ممكن يفضل معانا فترة ما يفسدش؟ لا مش هيفسد معاكي خالص، وهيبقى كريمي جدا وممكن يقعد معاكي اكتر من شهر، ولا هيحصل له اي حاجة. انا عملت برطمان صغير كده وهتشوفوه دلوقتي. شايفين يا بنات هو بدأ ايه يختلط اهو بسهولة، لحد ساعة ما تحسوا ان بقى كريمي خالص اهو يا بنات. تحاولي بقى تقلبيه كده كويس مع بعض. لسه معانا بقى كريم. على فكرة انا مش شرط كريم جونسون، يعني مش شرط ان يكون عندك كريم جونسون، بس انا حبيت جونسون لان ادى ريحة طيبة اكتر للكريم بتاعنا. شايفين؟ معلقة من معالق الشاي الصغيرة من الكريم ده. كريم جونسون حلو قوي قوي وبيطري برضو البشرة، بيفتح معانا الجلد جدا. كده بقى الكريم بتاعنا ظبط معانا. ظبط ازاي؟ ان انت بمجرد ما تفرديه على البشرة بيدي الطريقة السهلة جدا ان هو يفرد معاكي، ان هو يبيض معاكي. حاجة في منتهى الجمال، غير بقى الريحة الطيبة اللي طالعة منه. ريحة حلوة قوي قوي يا بنات بجد. لان الزيت كلكم عارفين طبعا، يعني عارفين الزيت الورد البلدي ده ريحته في منتهى الجمال. مع زي مع كريم جونسون ده مش عايزين بقى كلام. اكتر حاجتين تحس انه مخلوا الكريم ريحتهم طيبة جدا. تقدري تحطيه كمان على اي مكان في جسمك. هتجيبي برطمان ناشف كده، هتستخدميه بقى للوصفات بتاعتك اللي انت هتطبقيها على وشك. لو انت في حاجة مش موجودة عندك اكتبي لي في الكومنتات بتاعتك في الكومنت يعني ايه اللي مش لاقياه. ورغم ان انا شايفة ان كل المكونات سهلة جدا، وانا عملت طبعا الكمية مش كبيرة، يعني انا عملت كمية صغيرة كده وهستخدمه على بشرتي وانا خارجة يعني. تقدري تحطيه على فكرة مش بيغير خالص، يعني في كريمات بنشتريها من الصيدلية بتبقى بتغير معانا في البشرة والكلام ده كله، دي لا خالص. عارفين اول ما بشرتنا بتبدأ تشربه ده بتشربه بسرعة جدا. اول ما بتشربه بتلاقي البشرة بيضة زي بشرة الاطفال بالظبط. يا ريت يا بنات تحطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، والسلام عليكم.